الو. يا اهلا وسهلا. اولا بنعتذر عن التاخير، بس ده لامور حاجات فنيه كده وقعت مننا في اثناء التدريب الشغل، فبنعتذر على الموضوع ده جدا يعني. ولكن برضو عشان المايند سيت، وهو ده اللايف بتاعنا النهارده بيتكلم عن المايند سيت، فلازم يبقى عندك برود عاطفي كده، لازم يبقى عندك ثبات انفعالي زي ما بيقولوا كده في اثناء المشاكل. هل كان الاكشن ان انت هل تلغي اللايف ولا تاجله ولا لا نحاول نحل المشكله ونبدا مهما يكون؟ فكان القرار ان احنا نبدا مهما يكون القصه دي، ولكن نبدا على طول اللايف بتاعنا مع رغم المشكله اللي حصل. الحمد لله اتحلت، وان شاء الله يا رب اللايف ان شاء الله النهارده يعني يظبط للاخر ما قابلناش مشاكل تاني. طيب احنا كنا بنتكلم في ايه في الحلقات اللي فاتت؟ خلينا نقول الحلقات، كلمه حلقات دي لذيذه جدا. ايه اللي كنا بنتكلم فيه الحلقات اللي فاتت؟ بنتكلم على مثلث الفاينانشال ليترسي، المعرفه الماليه، وانه ازاي انت محتاج ان انت تعرف او الحاجات اللي احنا ما عرفناهاش لا في المدارس ولا في الجامعات ما علموهالناش، وهي تتحكم في الفلوس ازاي، تعمل بالفلوس ازاي، اولا تجيبها ازاي ويبقى عندك القدرة ان انت تجنريت ماني، يعني تكسب فلوس، مش مجرد ان انت بتاخد وتصرف. دي واحدة الاولانية، والتانية وهي ان احنا ازاي بقى نستثمر الفلوس اللي احنا بنوفرها. وكان المثلث بتاع الفاينانشال ليترسي معتمد على 3 حاجات اساسيه، وهي الانكم، ايه الفلوس اللي داخله لك، الاكسبنس هصرفها ازاي، وقلنا نتحكم في المصاريف بتاعتها ازاي، وهتلاقي الفيديوهات اللي احنا الحلقات اللي فاتت موجوده على البيج انا السالم بالعربي وبالانجليزي. واتكلمنا على انه الاكسبنس، واتكلمنا على الانكم، وازاي تزود الانكم بتاعك او تمانج او تخلي الانكم بتاعك يزيد حتى لو انت شغال في كوربت او في شركات. طيب ايه تاني اتكلمنا فيه؟ قلنا ان المثلث ده ينتج عنه راس المثلث وهو المايند سيت، وهو تفكيرك. وبالتالي لما تظبط جوانب المثلث دي هتلاقي انه في كاش فلو، في تدفقات نقديه، في مخزون مالي معاك انت تقدر تعمل بيه حاجات كتيره. زي ايه اللي بيعنوا نعمل بالفلوس؟ ايه؟ واحد، وهي ان انت اولا تواجه اي ازمه ممكن تقابلك، ازمه طارئه، ظروف ماليه معينه معاك او مع حد من قرايبك، فيبقى انت عندك الغطاء المالي. مشكلة صحية ومحتاجة فلوس، ويمكن ده احنا واجهناه السنين اللي فاتت، في انه حصل ظروف وكورونا ومش عارف ايه، وكان في الامور كانت للأسف ما كانش احسن حاجة، وكانت التكلفة عالية جدا. فبرضه مين كان بيسيرفايف؟ مين كان بيتعايش مع الموضوع ده ويقدر يغطي نفقاته؟ الاكتر من كده بقى، وهي ان احنا لما عملنا كده بقينا دلوقتي النقطة الاهم عندي هو المايند سيت. هو حلو جدا يا انس انت قلت لنا هنزود دخلنا ازاي ونمانج المصاريف ازاي. هل الموضوع ده بيس اوف كيك؟ يعني هل الموضوع ده سهل واي حد يقدر يعمله؟ الاجابة لا، لانه معتمد اعتماد كبير جدا على تفكيرك، على اعتقادك، على تخيلك للامور. هل النهارده لما بيبقى معاك 10-20 الف جنيه بتقف بتقول هوبس يلا بينا نصرفهم؟ لا، مش هصرفهم، انا هصرف 5 بس.
هصرف 3 بس وهبقي الباقي، وعندي بلان. يعني انا مش هبقي الباقي لان انا عايز ابقيه وخلاص، لا، انا هبقي الباقي لان انا عايز ابقيه، عندي تارجت، عندي بلان. فتفكيرك، خلينا نسمرايز الموضوع او نلخصه زي ما بيقولوا كده في نقطتين مهمين. هو ايه المايند سيت؟ هو انا محتاج يكون تفكيري ازاي، دي واحد. وايه الاسباب اللي بتخليني افكر في الاتجاهات الغلط، يعني لانه اتجاه غلط بجميع المقاييس يعني. وايه اللي انا محتاج ان اعمله، ده يعني ده السبب وايه الحلول. طبعا خلينا متفقين انه هل الموضوع هيجي مره واحده؟ الاجابه لا، لو ما عندكش الدافع. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول المايند سيت، تفكيرك، اعتقادك، اللي انت بتعتقد بيه، بتفكر فيه، هو اللي هيوديك. كل ما كان الاتجاه بتاعك، الدايركشن بتاعك صح، هيوديك صح. طيب خلينا نسأل نفسنا سؤال. هو اللي ما وفرش خلال السنوات اللي فاتت، اللي ما عملش سيفنج، اللي ما عملش استثمار، عنده مشكلة النهاردة ولا لا؟ الإجابة عنده مشكلة، وعنده مشكلة كبيرة. احنا مش عارفين اساسا هو هيعرف يعمل ايه بعد كده، ولكن يعني الحلقات دي مش حلقات بتاعت النهارده، انا زي ما بيقولوا بنعملها هي ريفرنس لاي حد ايا كان عمره، ايا كان مجاله، انه تبقى ريفرنس ليه للمستقبل. اللي ما حصلش النهارده هعمله بكره، الاخطاء اللي وقعت فيها زمان هصححها النهارده وهبدا فيها النهارده. ويمكن اسرع حاجه ممكن تبدا فيها وهي انه تكت داون الدين بتاعك. لو عليك ديون بره، فكر تفكير جذري في ان تسد الدين ده، تنهيه، يبقى انت عايش على الاقل بدون ديون. ودي نقطه يعني مش عايز اقول اساسيه، هقول انها مهمه جدا في حياتك. احنا بنقول المايند سيت، بنقول ايه اللي بيضايقك، ايه اللي بيتحكم فيك، ايه اللي بينغص عليك حياتك، ايه اللي بيتعبك نفسيا. لما يبقى عليك دين، لما تبقى مديون لبره لحد، لما تبقى مديون واخد قروض وعليك ديون المفروض تسدها، كل ده المفروض ان هو يضايقك، ينكد عليك، يصعب عليك عيشتك، يخليك كمان عند نقطة معينة ان انت مش عارف تفكر، انت تحت ضغط شديد. ليه؟ لان كون ان انت في حد بيطالبك بدين او بفلوس، فده مش هيديك مساحة من الحرية ان انت تفكر صح، ان انت تفكر ده انا عايز اعمل، ده انا عايز اشتري 1 و2 و3، لا ده انا عايز اصلا اطلع اسافر السنة دي. تسافر ازاي وانت مديون؟ يعني تسافر ازاي وانت عليك دين؟ ما ينفعش. المايند سيت بتاعك لو هو بيتحرك في الاتجاه ان انا ممكن اعمل حاجة، ممكن اشتري حاجة وانا مديون لحد، وانا مديون لشخص او لبنك او عليا دين، فده تفكير خاطئ جدا. اتجاه مش هيوديك الا من دين لدين، من سلف لسلف، وهتفضل في الدايرة دي عمرك ما هتطلع منها. احنا عايزين نغير تفكيرنا، نغير اعتقادنا، نبدأ بدايات صح، نتحرك في خطوط تودينا لنتائج صح. صدقوني انا شفتها مع ناس كتير جدا في السنة دي، رغم ان 2023 سنة طف، سنة قاسية جدا، وكلنا عارفين كده وكلنا شايفين وشاهدين. هي قاسية ومش عارفين هتروح فين، ولكن انا شفت ناس حواليا عندهم القدرة انه ما عندوش الضغط العصبي ولا الضغط النفسي بتاع انا مديون، لا ده انا لازم اوفر فلوس عشان مدارس الولاد، لا ده انا من الفلوس اللي معايا مش مكفية. عمره ما سمعته بيوصل لده. ولما سألتهم قال لي انا كنت بوفر فلوس، فلما حصلت المشكلة
ما بقاش الوفر، يمكن الوفر المالي اللي هو كان عامله ده كان عامله لغرض معين، وهو انه يشتري استثمار او الخ، ولكن في الحقيقة الوفر المادي ده هو عمله ليه عجز سد، او سد عجز، سد العجز اللي حصل عنده، انه الحاجة لما سعرها زاد بقى قيمة ال10 جنيه ما بقتش تجيب، فاذا هو اوريدي معاه 30 فمغطية معاه. ده تفكيره الصح وداه الاتجاه صح، وداه الاتجاه انه يبقى عنده قدرة من الثبات الانفعالي، ما يبقاش مضغوط. ودي دايما كنت اقولها للناس حواليا يعني وزمايلي، على انه خلينا انا فكرت انه ممكن الشغل يمشيك. طبعا احنا كلنا حاضر معانا اليومين دول هو اللي اوف اللي شغال في الشركات، الناس بتمشي ناس والشركات مش مستحمله. هنا وورد وايد، احنا بنتكلم حتى وورد وايد الدنيا مش احسن حاجه. طيب هل كان من ضمن تفكيرك ان انت ممكن تقعد بدون شغل لمده 6 شهور، لمده سنه؟ طيب هل عملت حساب ده؟ اتس مايند سيت. هو تفكيرك ان انا لو حصل ان كيس ان حصل ان انا توقفت عن العمل والدخل الفلوس اللي جايه لي ده توقفت، هل انا عندي القدره ان انا اصرف على نفسي وعلى بيتي لمده 6 شهور، لمده سنه؟ علامه استفهام. اتس مايند سيت. لا، اللي جاي زي اللي رايح، يبقى ما عندكش مايند سيت، ما عندكش تفكير، انت ما بتفكرش صح، وبناء عليها عمرك ما هتوصل لنتائج صح، هتفضل على طول مضغوط. انت عارف استكمالا للقصه، عارفين استكمالا للقصه بتاعت الشغل واللاي اوف وان انت لازم تكون موفر. ده بيخليك ان انت اصلا لما تيجي تشتغل وتدور على شغل، في حاجتين من الموضوع. لو انت عندك وفر مالي يغطيك ال6 شهور لمدة سنة، فانت عندك ثبات انفعالي، عندك قدرة على ان انت تختار صح. ما تقبلش بأي حاجة، ما تقبلش اي بوزيشن، ما تقبلش اي مرتب عشان نمشي الحال وعشان انا عندي مصاريف. لو انت عندك المخزون بقى عندك ارض ثابتة. وخليني اعيدها تاني، لو عندك وفر مالي او مخزون مالي، انت واقف على ارض ثابته، واللي واقف على ارض ثابته بيقدر يتحرك بقوه وبحريه ويتحرك صح. عشان كده اصبح مهم جدا ان انت تعمل بلان، وقدرتك على انك تسيطر على رغباتك. يعني بقول رغبة متوحشة للشراء دايما، يعني انت عندك رغبة متوحشة للشراء، انا عندي فلوس فهشتري، عندي فلوس فاني هسافر، عندي فلوس فهتفسح. اعمل بلان. كل ما كان عندك تخطيط جيد وكويس جدا للايام اللي جاية، كل ما كان عندك قدرة في التحكم في الصرف بتاعك. هل كل حاجة اشتهيها اشتريها؟ الإجابة لا. فالإجابة لا دي انت محتاج تدرب نفسك عليها، هي مش هتيجي بين يوم وليلة، مش هتيجي وبالذات لو انت عندك الرغبة. لان هو ممكن حد يقول لي والله يا أنس هي دي غالبا طبيعة أشخاص. أيوة صح، معك حق. يبقى بلاش منه بقى صح. يبقى بلاش بقى الناس اللي بتوفر فلوس دي، اعتقدش انها احسن منك في حاجه. الناس اللي عندها وفر مالي وعندها بلان انا ما بقدرش. كلمه ما بقدرش دي انت بتخسر كتير. فكر فيها من الناحيه التانية. ممكن تفكر فيها من ناحيه انه مدى الالم
والحزن اللي ممكن يصيبك ويصيب اللي حواليك او اللي مسؤولين منك لو انت فعلا ما عملتش وفر مالي، لو ما عندكش مخزون يغطي لك الفترات الصعبة في حياتك. فكر فيها دايما. احنا عندنا يعني اما الدافع اللي بيبقى عندنا من داخلنا، اما دافع انه انا مش عايز ألم، مش عايز حاجة توجعني، او ان انا عايز ابقى سعيد. ودايما الدافع على ان انا مش عايز ألم، ومش عايز ابقى احزن، ومش عايز حاجة تزعلني، بيبقى دافع اقوى. فخلي هو ده الدافع اللي عندك، انه لو انت ما عملتش بلان، لو ما عملتش وفر مالي، لو ما وفرتش، لو بطلت تشتري كل اللي انت عايزه، ده هيساعدك ان انت، مش هقول ان انت تبقى سعيد، بس مش هتبقى دايما في مشكلة، مش هتبقى دايما في ضغط، مش هتبقى دايما تحت تأثير انه في حاجة ضغط عليك، فبالتالي لا عارف تفكر ولا عارف تتحكم. احكي لكم قصة ظريفة جدا. حد من قرايبي يعني، وهو شاب يعني 25 26 سنة، فكنا بنتكلم في موضوع الفاينانشال والتأثيرها، وانت بتفكر ازاي وبتعمل ايه. فكان جملته حلوة جدا. قال لي بص، انا جيت اسافر بره مصر، وقبل ما اسافر تكلفة السفر كانت اكس. لو ما كانش معايا نفس الاكس ده، نفس الرقم ده موجود معايا بره، انا عمري ما كنت هسافر. انت شايف التفكير، شايف المايند، شايف حد بيفكر ازاي عشان هو هيحقق حلمه انه هو هيسافر، بس ممكن ما يسافرش السنة دي، ممكن ما يسافرش السنة اللي جاية، يأجل السفر لسنة او سنتين، مفيش مشكلة، ولكن هو عنده مخزون مادي، هو طالع مسافر بإكسترا، بفلوس وفر عنده، بفلوس زيادة. فلما يرجع من السفر ما يرجعش مديون، ما يرجعش كل همه انه يلهث ويسعى لسد الدين اللي عليه. بالعكس، هو طالع مرتاح، بيصرف مرتاح، وبيتفسح فسحة وهو مرتاح، غير الفسحة اللي هي مضغوطة وسلف ودين ومستلف من هنا ومقترض من ده وواخد من البنك وواخد من اصحابي عشان اطلع اتفسح. ليه؟ خلينا نبص فيها للحاجة يعني بص فيها للصعب، ما تبصش للسعادة الوقتية ان انت سافرت وانبسطت. بص فيها انه ده هيتراكم عليك الدين. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، انه هاو تو مانج او تو درايف، تسوق المايند سيت، تسوق تفكيرك ازاي في الاتجاه الصح. كل ما كان عندك القدرة، وده بيجي بالبراكسنج، يعني ما تتخيلش انها برضو ما بين يوم وليلة. في ناس اشخاص والله اتجاههم فعلا مش التوفير، رغبتهم في الشراء رغبة جامحة شريرة، أنا معاك. ولكن لما تبص للموضوع وتقول لا، هو أنا لو ما حصلش التوفير ده، لو ما عنديش المخزون المادي ده، أنا أكيد هبقى في مشكلة، أنا أكيد هبقى في مطب رهيب جدا، واضطر استلف واتداين، وأنا مش عايز كده. واكيد عندك تجارب قبل كده بانك استلفت، وانه على طول بتجري عشان تجيب فلوس عشان تسد الدين وبس. حاول تبطل جري، اشتغل على نفسك عشان تبطل جري، عشان تحقق بس ان انت تسد الدين اللي عليك لرغبة في الفلوس. كنا بنقول في الحلقات اللي فاتت، انا هستعمل كلمة حلقات دي ظريفة جدا، هستعملها عشان بدل ما اقول لايف والفيديو وكلام من ده، خلينا نستعمل نقول الحلقات.
فكنت بقول في الحلقات اللي فاتت بقول ايه؟ بقول انت مؤسسة، انت كشخص خليك مؤسسة تهدف الى الربح، ما تهدفش الى الخسارة، ما تهدفش الى انه انت كونسيومر، انت مستهلك لجميع او لكل المصاريف او الفلوس اللي بتخش لك. حاول او اشتغل على انك تحقق الربح. لو ما قدرتش ونتيجة الظروف، نتيجة العائد المادي، أرجوك على الأقل خلي عندك توازن، اللي داخل على قد اللي خارج، ما تجيبش ديون. طب هتقول لي ازاي؟ هقول لك اتحكم في مصاريفك. لو بصرف 10 قللهم ل8، قللهم ل7. لو دورت في مصاريفك هتلاقي حاجات انت بتشتريها او بتصرف فيها ملهاش لازمة، يمكن الاستغناء عنها. ما يمكن الاستغناء عنه كتير جدا. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نحطه على ورقة وقلم، نكتب مصاريفنا في الشهر ونشوف احنا بنصرف في ايه. هتلاقي نفسك بتصرف في بنود ملهاش اي وضع، زي ما بيقولوا ملهاش اي اعراب، يعني لا هي منصوبة ولا مرفوعة، ولكن هي لا منصوبة ولا مرفوعة، فملهاش محل من الاعراب. فبالتالي اللي ملوش محل من الاعراب لازم تقلله. لا انا مش هعيش عيشة اقل من العيشة دي. برضو قصة جميلة جدا في قصة المصاريف، فبرضو كان من الناس اللي حواليا بتكلم معاهم، فكان كانت بنوتة. فاول كلمه قلت لها طيب يعني انت المصاريف وكلام من ده بنتكلم في البدايه، قالت لي لا بص انا مش هتجربع. عارفين بتاع البكيزه وزغلول دي، انا مش هتجربع جربعه، انا مش هتجربع، انا هفضل مصاريفي زي ما هي. قلت لها ماشي خلاص اوكي. طب الجنب التاني ايه؟ قالت لي لا هو انا بصراحه بدات ان انا لو الدخل اللي جاي لي 10 هزوده ل15، هزوده ل20. هي كان عندها شغلها وفي نفس الوقت عندها برايفت بيزنس او بتعمل حاجه فريلانس جنب الشغل بتاعها. فلو كان الفريلانسنج ده كان السكيل بتاعه مثلا من 1 ل10، فهي كانت شغاله بطاقه من 1 ل5. فعلى مبدأ أنا مش هتجربع وده مبدأ يعني جميل جدا، أنا هفضل أصرف نفس مصاريفي وبنفس إمكانياتي، فأنا جربعة مش هتجربع. فاضطرت تعلى بالسكيل بتاعها من 1 ل10. نطت ليه؟ لأنه قلنا إيه بلغة المحاسبة ولغة المحاسبين، البالانس في توازن دايما ما بين كفتي الميزان. فإذا كان مصاريفك أنت مش قادر تنزل بيها، فلو سمحت تزود فردة الانكم. ما ينفعش إنه المصاريف دايما ميزان المصاريف هي الطبة اللي نازلة، لازم يحصل توازن. فأنا عارف كلنا جربعة مش عايزين نتجربع، أنا موافق على كده، ما ينفعش نتجربع. كل واحد عايش في مستواه وحياته مش عايز يتجربع. أمين، حلو، أنا معاك، أنا نفسي مش عايز أتجربع، ولكن عشان ما تجربعش فعندي بندين، يا أبيض يا أسود، ما لهمش حل تالت. فيا حضرتك تزود المصاريف بتاعتك، يا حضرتك تزود الانكم بتاعك، يا تقلل المصاريف، يا ابيض يا اسود، مالهمش تالت. فدي من الستوريز اللي هي انت بتقابلها، وبتقابل ناس على شعار على الكونسبت بتاع المايند سيت، وازاي بتفكر. ان انت تقابل واحد مثلا بيسالني على ادفايس، انا لو سمحت انا عايز اخد رايك في حاجه، قلت اتفضل. بيقول لي تفكير صح ولا غلط؟ من 5-6 سنين كان معايا 200,000 جنيه، فعندي قرار اما ان انا اشتري عربيه او اشتري شقه او محل عقاري. فقلت له مادام بتسأل يبقى اكيد اشتريت العربية.
قال لي طبعا. قلت له ما اكيد عشان بتسأل، ما هو انت لو انت قلت له طيب ايه النتيجة النهاردة؟ قال لي 0. قال لي طبعا العربية بند استهلاكي رهيب جدا، وبدأ ياخد مصاريف ويصرف وكلام من ده، رغم انها عربية جديدة خدت وقتها وخدت امكانياتها، ولكن خلاص انتهى عمرها وبتاع. قلت له بمنتهى الامانة انت بتسأل السؤال ده لان جالك معلومة انه الشقة او المكان اللي انت كنت هتشتريه ده حصل فيه حاجة. قال لي فعلا. قال لي الشقة دي او الكيان اللي كان هيشتريه زاد 4 أو 5 أضعاف سعره النهاردة. ففي لحظتها حسيت فعلا بالندم في صوته، إنه فعلا كان قرار خطأ نتيجة تفكير خطأ وداه لنتيجة غلط. لو معايا دي وبفاضل، انا معايا عربيه وفي لحظتها كان معاه هو عربيته، العربيه تمشيني 1 2 سنة تمشيني. لو بغيرها فانتازيا كده وعايز اجدد، مجرد ان انا اجدد اعمل فانتازيا واجدد واركب عربيه جديده من اللي هي اللي هي كوبيه بقى وكلام من ده، او ان عربيه جديده وخلاص، ولا احط ده في استثمار. تفكيرك في الاتجاه الصح بيوصلك لنتائج صح، وهو ده تفكيرك عن الفلوس. انه لما بيجي لك انكم، بيجي لك فلوس، احنا ما بنجيبش الفلوس عشان نستهلكها كلها، احنا بنجيب الفلوس عشان يبقى فيه جزء منها بنعمل له سيفنج، بنعمل له وفر. هستعمل الوفر ده في ايه؟ قلنا في الانكم انه الوفر ده ممكن يبقى مصدر دخل تاني، ان انا اجيب شقة او اجيب عقار او اجيب اي حاجة من ذهب وفضة واخرى، اي نوع من الاستثمارات استثمرها، والفلوس دي الوفر ده يبقى مصدر دخل تاني. واتكلمنا في الانكم في الحلقة بتاعت الانكم ازاي انه تعدد مصادر الدخل. وواحدة كده سريعا من تعدد مصادر الدخل، هي مصدر الدخل اللي يدخلك فلوس من غير ما تعمل مجهود، زي عقار وتأجره، ممكن ذهب وتستثمر فيه، أسهم وتستثمر فيها، عائد، فلوس تدخلك عائد بدون مجهود، غير الشغل اللي هو مرتبط بوظيفة معينة، معدل دخل ثابت ممكن تفقده في أي لحظة. لازم تعمل مصادر دخل أخرى ومختلفة. الحاجة الثالثة وهي إنه اعمل بلان طويلة الأمد. يعني خلي تفكيرك ينحصر في إن أنا عندي بلان شورت، بلان قصيرة، وبلان طويلة. وإيه البلان طويلة؟ خليني أخد نموذج كده سريع جدا جه في معايا دلوقتي، وهو النهاردة الأولاد مثلا أنا عايز أدخلهم مدارس. طيب أنا الولاد صغيرين في السنوات الصغيرة دلوقتي، لسه ما كبروش وكلام من اللونج بلان. أنا عايز أفكر تفكير طويل الأجل شوية، بعيد شوية. هو الولاد دول أنا طموحي ان انا ادخلهم مدارس ايه؟ مدارس كل واحد حسب السكيل بتاعه، ولكن انا طموحي ادخلهم احسن مدرسة، مش هجيب اسماء حاجة، هدخلهم احسن مدرسة، والاحسن مدرسة دي باكس او اكس بلس 2. فاذا هو انا على مدى الكام سنة لما الولاد يقرروا او يجي ميعاد انهم يخشوا المدرسة دي، محتاج ان انا اوفر فلوسي عشان لما يجي الموعد ده او يجي السنوات دي يبقى عندي وفر مالي، يبقى عندي غطاء مالي، يبقى عندي القدرة ان انا بصرف على مدارسهم، وده بند اساسي ويعتبر بند كبير
من ضمن مصاريفك، ولكن انت جاهز. شفت الكلمة؟ خليك جاهز. انا كنت بدي تريننج في البابليك سبيكينج، فدايما كان مبدأ اساسي عندنا البريبريشن، ان كل ما كنت جاهز كل ما كان ثقتك بنفسك اقوى، قدرتك على الالقاء اكتر. واضح ان هو مبدأ حياة، يعني ان انت to be prepared to be، ان انت تبقى جاهز. ده مبدأ في الحياة. خد المبدأ ده وطبقه على كل حاجة في حياتك، ومنها اللي احنا بنتكلم عليه وهو الفاينانشال ليترسي او المعرفة المالية. هو معرفتك المالية، او ان انت تبقى prepared للسنوات اللي جاية. ما تتفاجئش يا خبر ابيض، ده مفروض ندخله المدرسة. يا راجل اتفاجئت انت مثلا، ظهر ابنك ده مثلا مصادفة كده، ظهر قدامك، كنت ماشي في الشارع فظهر قدامك. لا، هو حضرتك معاك من بقاله 4-5 سنين لحد ما يخش المدرسة، وذين ال4-5 سنين ما تخليهمش يعدوا كده. حضر نفسك، بي بريبيرد، خليك جاهز، ما تتفاجئش. لا 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 لا، بس هم مش اصل انا معتمد على انه المرتب هيزيد. المرتب مش هيزيد، لان في حاجات تانية بتاكل المرتب، ولكن في لحظتها من 4 سنين كان المبلغ ده يفرق جدا لو انت حوشته واستثمرته از باك اب، از مخزون يساعدك في اللحظة دي. فخليك جاهز دايما، خليك جاهز دايما ببلان 1، بلان A وبلان B وبلان C. دايما خليك الهدف بتاعك ان انت تحقق ربح، تحقق دخل. اشتغل على نفسك على انك مؤسسة تهدف الى الربح، مش مؤسسة لا تهدف الى الربح، مؤسسة تهدف الى الربح. والمؤسسة اللي تهدف الى الربح كلكم شغالين، معظمنا يعني او كلنا شغالين في كوربت، في شركات، ايا كان شغالين في شركات. عندنا الشركات، عندنا ستارت ابس، عندنا سمول بزنس، عندنا مكاتبنا الخاصة. ايا كان الموجود عندك او الشكل اللي عندك، انت في الاخر تهدف الى الربح. لما تهدف الى الربح بتعمل ايه؟ اصحاب الشركات وان كان صاحب شركة او يعمل في شركة، اول حاجة الشركة بتعملها ايه؟ cut down expenses، خفض الانفاق، قلل المصاريف. يا ابني ما تصرفش كل ده، لو اعمل لي اناليسز او تحليل بالحسابات بتاعتنا، فرجنا احنا بنصرف في ايه كام، ويبص على البنود ويشوف البنود دي كتيرة، لا البند ده يتلغي من الشهر اللي جاي. اعمل زي الشركة. ليه الشركة تحقق ربح وانت لا؟ ليه الشركة تحقق ربح وانت لا؟ انت مؤسسة تهدف الى الربح. ربحك في انه دايما يبقى عندك وفر مالي، والوفر المالي ده يغطي لك اي مصاريف مفاجأة، وفي نفس الوقت تقدر تستثمره عشان يبقى مصدر دخل تاني وتالت ورابع. ما تعتمدش على مصدر دخل دايما واحد. دي كانت الحلقة رقم 4. اعتقد في 4 حلقات موجودة على البيج بتاعت أنس سالم على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب برضو أنس سالم على اليوتيوب. فكنا بنتكلم في ال4 حلقات، وهنستمر ان شاء الله. اللايف بيبقى يوم الحد، كل يوم حد الساعة 8 مساء. والحلقات دي خاصة بالفاينانشال ليترسي او المعرفة المالية. بنتكلم عليها ايه اللي احنا محتاجين نعرفه عن المعرفة الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية. نتصرف ازاي، نتحكم في مصاريفنا ازاي، نزود دخلنا ازاي، نشنج المايند سيت، نتحكم في عقولنا دي ازاي، نغير تفكيرنا، نفكر بطريقة صح عشان نوصل لنتائج صح. دايما كل ما كان عندك القدرة على التفكير في الاتجاه الصح توصل لنتائج صح. ما تقوليش ما عنديش، ما تقوليش ما بعرفش. لما تيجي تقول لي ما بعرفش اوفر، انا اسف، تحمل عواقب ذلك. انا بعتذر، مش هقدر اساعدك.
لو ما كانش الدافع من جواك، الدافع هو اللي بيحركك، النيد الاحتياج هو اللي بيحركك، صدقني مش هتوصل لأي نتيجة. النهاردة حتى لو أنا اديتك استشارة، فالاستشارة دي قدامها بنعملها في ساعة، بنتابع معاها ما بنتابعش معاها، أيا كان على اللونج ران، على الاون جوينج، على الاستمرارية، أنت اللي سايق. جربعة ما تتجربعوش، كل واحد يحافظ على مصاريفه والإنكم بتاعه، مش عايزين نتجربع، ده مبدأ. أوكي؟ فدي كانت الحلقات بتاعت الفاينانشال ليترسي، والحلقات دي مستمرة. اتكلمنا عن الانكم، اتكلمنا على ازاي نزود الدخل ونتحكم فيه ازاي، اتكلمنا عن المصاريف وازاي نتحكم في مصاريفنا ونكت داون اكسبنسز عند الاحتياج. ده يساعدنا ازاي؟ اولا المايند سيت بتاعنا وتفكيرنا السليم هو اللي يوجهنا ان احنا نقدر نتحكم في الانكم والاكسبنسز، البندين الاساسيين. ده يعمل لك ايه؟ ده يعمل لك كاش فلو، يعني تدفقات نقدية، يعني دخل زيادة، يعني وفر مالي وغطاء. خلي بالكم من كلمة غطاء اللي انا دايما اتكلم عليها، لان دايما انت محتاج حاجة باك اب، حاجة في ظهرك كده لما تحصل مشكلة تلاقي معاك الباك اب، ما تحتاجش لاي حد تاني. فخلي ده مبدأ حياتك، خلي ده تفكيرك. ابدأ في خطوات بسيطة، ابدأ وفر، ابدأ كات داون الديون بتاعتك، قلل الديون بتاعتك، سد الديون اللي عليك، خليك كلير، يعني ما عليكش حاجة بره. وابدأ الخطوة اللي بعد كده واحدة واحدة، ان انت وفر ولو مبلغ صغير جدا، ولو 10%، 5%، خدها ستيبس، وخدها بتدريجي، ما تاخدهاش مرة واحدة، عشان ما تحصلش ان يحصل دروب معاك. بشكركم جدا 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 على حضور الحلقة، ونشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله. Your mindset is first thing you have to manage, to lead, to develop. طور تفكيرك عشان توصل للنتائج الصح اللي انت عايزها. شكرا واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.